يا صباح الفل والجمال، تعالوا نقضي يوم مع بعض حلو قوي قوي قوي. اول حاجه بدأنا بيها هي القداس، ولفت نظري حاجه مهمه جدا جدا، ان ابونا ده حرفيا كانوا بيسندوه. يعني هو تعبان جدا جدا وقام وجه علشان يصلي، وفعلا انا خدت تعزيه كبيره جدا جدا واثر فيا بشكل كبير. اللي هو احنا لو تعبانين وفينا ايه لازم 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 نقوم نصلي. حقيقي من احلى واجمل القداسات اللي حضرتها في حياتي. ايه اعظم وصيه في الناموس؟ الآية: أحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك. ورحنا نزور كنيسة تانية. الكنيسة دي أثرية. عارفين بقى الشمعة دي تحس ان انت بتولعها وبترمي كل همومك على ربنا. يعني شعور حلو قوي قوي قوي، وبتعمل نتيجة وعمرها ما خيبت. اللي هو يا رب الشمعة دي عشان كذا وكذا وكذا وكذا، حلها انت بقى. هنا كنت بوريكم الكنيسة من جوه. هي اساسا الكنيسة دي تحت الارض، يعني ننزل لها سلم علشان ندخلها. ده اساسا جزء بسيط من الكنيسة، يعني دي مش الكنيسة كلها. تحت الارض بقى في مية، وده العجيب والغريب في الكنيسة دي. صحيح. لا حلو. المية صالحة يا جماعة للشرب عادي جدا، ومية نظيفة جدا جدا. يعني أنا بقى عايزة أسيبكم تشوفوا الجمال، لأن الكنيسة كلها متحوطة بالمية دي. لا، والمية مش بتقف، لا في بير هوريهولكوا برضو. المية ماشية، يعني هي سايرة كده، سايرة في الكنيسة كلها، وشكلها خرافي. يعني حاجة كده مش هتشوفوها في حتة خالص خالص، كله بيشرب منها. الحقيقة أنا كل ما بروح الكنيسة دي بستعجب استعجاب كبير. وده البير، انا وريكم الكنيسه كلها علشان تشوفوا هي ازاي متحوطه كده. وده باب الكنيسه، يعني متحوطه من كل الاتجاهات. الميه دي حرفيا يعني حاجه تحفه. بعد كده حضرنا الاجتماع، بعد كده بقى نروح نفطر بقى. يعني لازم نروح نفطر دلوقتي. رحنا فطرنا انا ووالدي العزيز. حسيت في اللحظه دي احلف بايه من بعده عاش على اللي فات. وزي ما انا اتبسطت باليوم، كان لازم اشارككم اليوم الحلو قوي ده. وبس كده يا جماعه، وده كان يومي كده الخفيف الظريف اللطيف ده. يا رب يكون خفيف عليكم زي ما هو خفيف عليا. وفطرنا وروحنا، وده كان يومي النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وفولو للصفحه عشان يوصلكم كل جديد، ومستنيه تشجيعكم علشان اكمل. باي باي.